هاي نرمين. ممكن تقول لنا ايه الغلطات اللي بيقع فيها الكونتنت كريتور تخليه يترفض في الانترفيو؟ طيب هقول لك على اهم نقطتين بالنسبه لي عشان نختصر وقت الفيديو. اول نقطه هي كونتنت ستراكشر، هو ما بيبقاش فاهم يعني ايه اصلا كونتنت ستراكشر. دي اول نقطه. النقطه الثانيه هي فكره ان هو بيبقى جاي على كونتنت سوشيال ميديا، مش جاي على كونتنت ارتكل، او العكس هو جاي كونتنت بيعرف يكتب ارتكل حلو جدا بس ملوش علاقه بكونتنت الايه السوشيال ميديا، فبالتالي بيترفض. طيب نرجع بقى للنقطه الاولى. كونتنت ستراكشر لو حضرتك دخلت وعملت عليها سيرش وهتلاقيها بتظهر قدامك دلوقتي، هو ده الكونتنت ستراكشر المفروض ان انت فاهمه وتبدا تشتغل بيه. وابدا برضه سيرش كده على جوجل واكتب كونتنت ستراكشر عشان تبقى فاهم اكتر. ولو كتبت لي كومنتس دلوقتي هبعت لك فايل فيه الكونتنت ستراكشر واشرح لك فيه كل حاجه.